في سنة 2008 بيتعرض فيلم ايرون مان، وبيقدر الفيلم انه يحقق ايرادات عالية جدا في شباك التذاكر. ومع النجاح الكبير اللي حققه ايرون مان، قررت مارفل انها تصنع عالم سينمائي للابطال الخارقين. ومفيش حد يقدر ينكر ان مارفل نجحت في ده، وقدرت تقدم عالم سينمائي متكامل ومترابط. في نفس الوقت في سنة 2013 تأثير الفراشة بيأثر على شركة دي سي، وبيقرروا هما كمان ينافسوا مارفل ويعملوا عالم سينمائي خاص بالأبطال الخارقين بتوعهم. بداية العالم ده كانت مع فيلم مان اوف ستيل، والبداية كانت مبشرة. الفيلم قدم لنا قصة سوبرمان بشكل حلو يليق بيه، وناس كتير بتعتبر ان هنري كافيل احسن واحد عمل سوبرمان، ومفيش حد هيعلي عليه في الدور ده. بالرغم من نجاح دي سي في البداية إلا إنها بدأت تتخبط، ومقدرتش إنها تقدم عالم سينمائي قوي للأبطال الخارقين بتوعها. بعيدا عن مارفل ودي سي وسينما هوليوود عموما، الفراشة بتكمل طريقها وبتوصل للسينما المصرية. مؤخرا في السينما المصرية شفنا تجارب بتتكلم عن البطل الخارق، بس مش بطل خارق كوميدي زي ما كانت السينما المصرية بتقدم قبل كده. صناع السينما في مصر قرروا ان هما ما يعملوش بس فيلم عن بطل خارق، لا دول كمان هيعملوا عالم سينمائي للأبطال الخارقين المصريين، والعالم ده اسمه عالم المستضعفون. بس يا ترى بعد نزول أول فيلمين من العالم ده، هل كان قد التوقعات؟ هل قدر انه يقدم شخصيات ابطال خارقين مصريين، شخصيات مميزة تقدر انت تتعلق بيهم؟ كل ده هنعرفه اكتر في فيديو النهاردة. بس يا ريت قبل ما اكمل كلامي، يا ريت يا صاحبي تكون جهزت كوباية الشاي، لان المشخصاتي هيبدأ الحكاية. بداية الحكاية في سنة 2016، وبيقول راويها بيتر ميمي اللي بيقرر انه يصنع عالم سينمائي فيه أبطال خارقين مصريين. أول بطل معانا في سلسلة المستضعفون هو الهرم الرابع. قصة الفيلم بتحكي لينا عن يوسف الهاكر اللي بيقرر انه يستخدم موهبته في التهكير عشان يساعد الفقراء والمساكين ويجيب لهم فلوس. نقطة التحول في شخصية يوسف بتحصل لما بياخد أمه المستشفى الهرم، وعشان أمه تدخل العناية المركزة لازم يدفع 5000 جنيه. لكن المشكلة انه ما بيكونش معاه غير 2000 جنيه بس. وموظف الاستقبال ما بيرضاش يدخل امه، فامه حالتها بتسوء وبتموت. ومن هنا بيتولد اول بطل في عالم المستضعفون. يوسف بعد كده بيقرر ينتقم من كل الاغنياء والفاسدين وبيسرق فلوسهم. طيب خلينا اقول ان القصة متقدمة بشكل حلو، لكن بالرغم من كده انها قصة مش اصلية. الفيلم قصته قريبة قوي من قصة مستر روبوت. كمان اسم الهرم الرابع عجبني جدا، ودي حاجة من مميزات الفيلم، لان انا شايف الاسم دوت بيعبر عن الهوية التاريخية للبطل بتاعنا. بس انا ما اقدرش اقول عليه انه بطل خارق، هو بطل ما عندوش اي قوة خارقة. القاهرة بقت رقم واحد في البحث عن كلمة جنس على موقع جوجل بفضلك. يعني لا هو بيطير زي سوبرمان، ولا هو متحول زي هالك، ولا حتى عنده بدلة حديد بيلبسها زي توني ستارك. الهرم الرابع هو مجرد هاكر بطل عادي. بعد 5 سنين بيقرر بيتر ميمي انه يقدم تاني فيلم في عالم المستضعفون، وهنا بنشوف بطل جديد من ابطال المستضعفون اسمه موسى. كالعادة بيتر ميمي بيختار اسامي حلوة جدا للابطال بتوعه. بعيدا عن جو الهاكر اللي شفناه في الهرم الرابع، فقصة موسى مختلفة بنسبة 50% عن الهرم الرابع. القصة هنا بتبدأ مع يحيى الطالب الانطوائي اللي بيعاني من التوحد. يحيى بيدرس في كلية الهندسة قسم الميكاترونكس. في يوم وليلة حياة يحيى بتتقلب قدامه لما بيشوف أبوه بيتقتل قدام عينيه، وهو ما بيعرفش يساعده. وهنا يحيى بيقرر إنه يصنع الروبوت موسى. طيب حبكة موسى متشابهة بشكل كبير مع الهرم الرابع، زي ما شفنا مع يوسف نقطة تحول حصلت له لما أمه ماتت قدام عينيه في المستشفى. يحيى برضه مر بنفس التجربة لما شاف أبوه بيتقتل قدام عينيه ومعرفش يعمل له حاجة. التشابه بين الهرم الرابع وموسى ما بينتهيش عند كده، احنا بنشوف التشابه ده أكتر في خط الحب. في فيلم الهرم الرابع يوسف كان بيحب بنت من بعيد اسمها ندى معاه في الكلية، ويوسف ما بيكونش له أي صحاب غير صاحبة واحدة اسمها رانيا. كذلك يحيى بيحب واحدة من بعيد معاه في الكلية اسمها ريم، وله صاحبة وحيدة في الكلية اسمها ريكا. انت عارف ايه الاختلاف الوحيد بين الفيلمين؟ انه يحيى عنده توحد، يوسف ما كانش عنده توحد. كان حلو جدا الكروس اوفر بين الهرم الرابع وموسى. ظهور الهرم الرابع في موسى كان حلو جدا، لكني كنت مستني مساحة اكبر من كده للهرم. عجبني جدا نهاية موسى. في النهاية بنشوف الهرم الرابع بينقذ يحيى، وهنا في المشهد ده بيظهر تالت بطل في عالم المستضعفون. بس ايه الزي الغريب اللي امير كرارة لابسه ده؟ زيه بيفكرني بارو. اوليفر كوين يبكي في الزاوية يا جماعة والله.
بعيدا عن كل ده، هل موسى بطل خارق؟ اكيد الاجابة لا. انا برضو بعتبر موسى زي الهرم الرابع، الاتنين فيلمين ملهمش اي علاقة بالابطال الخارقين ولا حتى بيقربوا من نفس المستوى بتاع مارفل ودي سي. موسى بالنسبة ليا هو فيلم عن روبوت، الا لو اعتبرنا بقى افلام ترانسفورمرز افلام ابطال خارقين. قبل موسى والهرم الرابع ظهرت تجربة حلوة جدا في الدراما المصرية، الرجل العناب، اللي انا بشوفه افضل بطل خارق مصري رغم انه كوميدي. شخصية عصفور الجنينة تحس انها ميكس بين ديد بول وسبايدر مان. المسلسل كان حلو جدا، وحقيقي انا متحمس جدا لفيلم الرجل العناب اللي احمد فهمي اعلن عنه. قبل الرجل العناب كان في فرافيرو لفؤاد المهندس، وهنا السينما المصرية حبت تعمل نسخة كوميدية من باتمان. لما بنشوف بطل فيلمنا بتجيله قوة خارقة أول لما بيسمع أغنية العتبة جزاز، وبتحصل الطفرة الأكبر في السينما المصرية في سنة 1977 لما بتقرر انها تعمل بطل خارق رياضي في فيلم أنكل زيزو حبيبي. الفيلم كان حلو جدا، بس هو بالنسبة ليا بطل خارق لأطفاله بس، حاجة كده زي فيلم كيك آس. في نظركم ايه اللي ناقص في السينما المصرية عشان تقدم شخصية بطل خارق حقيقي يكون عنوان للتضحية والبطولة؟ بوليوود قدرت انها تحقق ده في ثلاثية كريش، هل احنا كمان نقدر نحقق ده ونصنع بطل خارق مصري حقيقي؟ والأهم ما يكونش كوميدي. لو وصلتوا لحد هنا يبقى اكيد الفيديو عجبكم، فياريت ما تنسونيش بلايك واشتراك في القناة، وياريت كمان تفعلوا زر الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد. بيحاول يوصل لطريقة تفكير البشر. ما ياخدش فلوس عشان يخدم مصر، مصر اللي لحم كتافي من خيرها وشمسها. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واشتركوا في قناة المشخصاتي عشان تشوفوا كل جديد المشخصاتي.